السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة آخر كلام. شرف لنا اشتراككم في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد أول بأول، فتابعونا. لا إله إلا الله. خلاص يا جميل، بعد اذنكم فين العربية؟ قدام يا فندم. يا اساتذه يا اساتذه، عيب 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 اللي بيحصل ده. ايوه شوف يا جماعة. بعد وفاة ابن الفنانة شمس البارودي وحسن يوسف، الفنانة المعتزلة والتائبة شمس البارودي بتقضي أيامها وهي في حالة صدمة ومش مصدقة اللي حصل. لحظات صعبة وقاسية جدا بتمر بيها الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنان حسن يوسف بعد ما فقدوا ابنهم الأصغر عبد الله غرقا في منطقة الساحل الشمالي. لسه لحد دلوقتي الفنانة شمس مش مصدقة اللي حصل، ومش مصدقة إن ابنها عبد الله توفى، وده كله رغم إيمانها القوي بالله سبحانه وتعالى. لكن الحزن في قلبها مخليها مش مصدقة اللي حصل خالص. شمس البارودي بتقضي معظم وقتها في غرفتها جوه بيتها، ومش بتطلع من غرفتها خالص. ده حتى كمان بترفض تناول الطعام والشراب، لدرجة ان المقربين منها بيحاولوا اجبارها على الاكل علشان ما تتعرضش لوعكة صحية بسبب الحالة النفسية الصعبة اللي بتعيشها خلال الفترة الحالية. كما انها بترفض الكلام مع اي شخص، لان اولادها طبعا بيحاولوا انهم يخرجوها من الحالة دي لانهم خايفين عليها، لكنهم مش قادرين يعملوا حاجة. الحزن مسيطر عليها تماما. والامر اللي بيزيد من حزن شمس البارودي انها كانت مع ابنها عبد الله قبل وفاته بدقائق معدودة، حيث انها كانت تجلس على الشاطئ معه، ولكنه قرر ان يذهب مع اصدقائه ليدخلوا في سباق سباحة بالبحر، وهي لم تكن تعلم أنها المرة الأخيرة التي ستشاهده فيها حيا. الفنان حسن يوسف هو الآخر بيعيش حالة من الحزن والأسى، لكنه بيحاول تمالك نفسه حتى لا يزيد من الجرح الموجود لدى زوجته شمس البارودي، بل إنه هو بيحاول يخرجها من الحالة دي. كمان يا جماعة بيخفي أولاد الفنانة المعتزلة شمس عليها الهجوم اللي شنه الإخواني الهارب وجدي العربي بعد وفاة ابنهم، حيث أنهما غير متابعين لمواقع التواصل الاجتماعي ولا يمتلكان أي حسابات رسمية عليها، كما أنهما في حالة لا يتحملون أي أخبار سيئة. في سباقات في النيل، بيقوم في النيل، بس ربنا عايز ياخده شهيد. غرق في بترين عشان ربنا عايز ياخده شهيد. أول إنه الحدث جلل والحدث كبير، ويا جماعة ما فيش أشقى ولا أتعب ولا أسوأ ولا أعنف ولا أقسى من فقد الابن. فقد الابن ده اللهم احفظنا وإياكم ويصبر كل إنسان فقد ولده. يعني الحياة شيء صعب للغاية، يعني ليس هناك مثل فلذات الأكباد. فهذه الأسرة الملتزمة الحقيقة لم يكن حديثا على أذهانهم وعلى أسماعهم الرأي الديني في المسألة. كانت مهمتي سهلة لأنهم ناس ملتزمة وناس لم يكن يصدر منهم أي لفظ خارج وأي كلمة فيها نوع من أنواع الاعتراض على قدر الله.
بالعكس كانوا في حاله صلابه. حتى انا سمعت السيده زوجة الفنان حسن يوسف بتقول له اثناء الدفن، بتقول له يعني اللي انت شايفه دوت ده الجسد، انما ابننا عبد الله بين يدي ارحم الراحمين. تصوري حضرتك لما اسمع هذا الكلام من زوجة محترمة بتقول لزوجها المحترم ساعة دفن ابنهم، بتقول له ابننا مش هنا، ابننا عند ربنا. ما أقصاها من لحظة وما أعلاها من كلمة وما أعظمها من قيمة. فالفنان حسن يوسف كان واقف قدام قبر ابنه بيقول له إلى رحاب الله بسم الله وعلى ملة رسول الله. فأقول إيه تاني؟ أنا الحقيقة أنا شفت مثل لناس ملتزمة عندها حالة من حالات الرضا والسكينة والطمأنينة والحزن على فراق ابنهم الحبيب الذي لا يعود شيء. لكن الحقيقة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنا وقفت قلت له بص، ابنك دلوقتي بقى المستقبل بتاعنا، احنا أيام معدودة وهنحصله، احنا رايحين له وهنجتمع تاني. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتهم من عمل. لا ربنا يعني ما يبلي حد يا رب. يعني ابتلاء صعب قوي، ابتلاء ده ليها والحسن. ربنا يصبر قلوبهم. يعني مش عارفه اقول ايه في الحقيقه. انا والله انا كنت صايمه النهارده مع درجه الحراره، مع سخونيه الكلام والبكاء يعني مش عايزه اقول لك. الحاجه ياسمين كانت موجوده طبعا، خدتها بصوتها وقعدت تطبطب عليها وتقول لها ست مؤمنه، واحنا كلنا عنها نقول لها ست مؤمنه، وهي صبوره قوي في الحقيقه وقويه. لكن الموقف صعب، موقف صعب قوي. يعني ربنا ما يدي حد فيه ابدا طبعا. يعني لان انا مجربه الموقف ده مع امي لما اخويا توفى، فانا حاسه بيها. الموقف مش سهل، مش بالسهوله دي. وبالنسبه لحسن برضه يا حبيبي عمال يقول مات عبد الله، مات، ده سندي وشمس اللي نازله عليها هو اللي كان قاعد معايا، هو اللي كان حنون وطيب وبر بيا وبابوه واخواته. كان كل حاجه اطلب منه حاجه على طول في ثانيه تكون عندي، عمره ما اتاخر عليا، عمره ما اخر لي طلب، عمره ما اخر لي كلمه. لا كلام يقطع القلب. يعني لما انا بحكي غير لما انت تسمعي وتشوفي الموقف. طبعا لا طبعا. عبد الله لم يكن متزوجا ولا كان متجوز؟ لا كانت بتوضب له الشقه، وضبت له الشقه عشان يتجوز. ومن 3 ايام قال لها يا ماما خلاص انا قررت اتجوز. تخيلي بقى، لا اله الا الله محمد رسول الله. هو كان رافض الجواز من 3 ايام بس قبل الحادثه دي. قال لها يا ماما انا خلاص قررت اتجوز، شوفي لي عروسه وانت اللي تختاري لي العروسه. وهي بقى قعدت تقول يا حبيبتي بقى الكلام اللي يقطع القلب، عروستك في الجنه، الحور العين يا عبد الله. كلام ربنا يصبر قلوبهم. يا رب يا رب يا رب. شكرا مدام عفاف شعيب، بشكرك.